الآن غادي نتحدثوا على المشكل اللي تيواجه أغلبية الناس في تصريف الأفعال في الماضي. كاين جوج المشاكل. المشكل الأول هو كيفاش غادي نعرفوا نشكلوا صيغة الماضي ديال الأفعال come formare il participio passato. المشكل الثاني يتعلق بالأفعال المساعدة. متى أستعمل avere ومتى أستعمل essere مع الأفعال الرئيسية باش نصرفها في الماضي. يعني من نبغي نصرف أي فعل في الماضي خاصني لابد ما نختار الفعل المساعد الصحيح، يعني الصائب اللي ذاك الفعل فعلا يحتاجه، لأن الاختيار لا يتم بطريقة عشوائية. فهناك أفعال تحتاج بروبريو بالضبط للفعل المساعد avere، وبالعكس هناك أفعال أخرى لازم علينا نستعملوا معها بالضبط الفعل essere. اوكي، الورا غنشوفوا مشكل بمشكل. نبداو بالحل ديال المشكل الاول اللي هو come formare il participio passato. كيف أشكل صيغة الماضي. هنا غادي نرجع لتصنيف الأفعال، وبالنسبة للناس اللي ما تعرفوش تصنيف الأفعال في اللغة الإيطالية يرجعوا للفيديوهات. تصنيف الأفعال خصصت له جوج ديال الفيديوهات، فيديو كامل خصصته للمجموعة الأولى والمجموعة الثانية للأفعال، وفيديو آخر ملحق به خصصته للمجموعة الثالثة. الروابط كاينين في صندوق الوصف. ومهم بزاف تعرفوا تصنيف الأفعال، يعني لما كنتيش تعرف تصنف الأفعال غي صعب عليك تصرفهم، وغادي يصعب عليك أيضا تلقى لهم صيغة الماضي ديالهم. أوكي، إذن باش يسهل علينا نعرفوا صيغة الماضي ديال أي فعل لابد أما نعرفوا نصنفوا الأفعال. فمثلا أفعال المجموعة الأولى التي تنتهي بآري فحال mangiare, parlare, ballare. هاد الأفعال ديال المجموعة الأولى اللي تنتهي بآري ما علينا غير نزولوا آري ونعوضوها بآتو. فمثلا mangiare, mangiato, parlare, parlato, ballare, ballato. إذن القاعدة هنا تتولي سهلة. أوكي، بالنسبة للصنف الثاني من الأفعال أو المجموعة الثانية اللي تتسالي بآري بحال credere صدق يصدق، تنحيدو آري وتنعوضوها بأوتو، فcredere تصبح creduto. مثلا temere خشى يخشى تصبح temuto، avere تصبح avuto، volere أراد يريد تصبح voluto. أوكي، الصنف الثالث أو أفعال المجموعة الثالثة اللي تنتهي بإيري فحال dormire نام ينام، إيري اللي جت في النهاية تعوض بإيتو، فدورميري تصبح dormito، finire تصبح finito، sentire شعر يشعر تصبح sentito. هذا بالنسبة لصيغ الماضي اللي عندها قاعدة تصبح سهلة، تتبع القاعدة كيف ما شرحتها لك. ولكن المشكل في صيغ الماضي التي لا تخضع لقاعدة فهي كثيرة، وهنا ما عندنا ما نديرو، لازم علينا نعقلوا عليها ونثبتوها في الذاكرة ديالنا عن طريق التكرار. فكل ما سمعناها وكل ما استعملناها غادي نتعلموا لها وغادي نشدوها بطريقة عفوية أو أوتوماتيكية. أوكي، فنجد مثلا فعل essere stato، فعل fare فعل fatto، dire قال detto، leggere قرأ letto، vedere visto، prendere أخذ preso، mettere وضع messo، chiedere طلب chiesto، aprire فتح. صيغة الماضي هي aperto، chiudere أغلق chiuso، bere شرب bevuto، nascere nato، morire morto، perdere أضاع perso، vincere ربح
vinto. إذن كل فعل عنده صيغة الماضي مختلفة على الفعل الآخر. إذن ما علينا غير نولفوها، ومع التكرار أنا تنأكد لكم غتولي عندكم عفوية وأوتوماتيكية. الآن غادي نشوفوا المشكل الثاني. كيف ما قلنا، أي فعل من الأفعال الإيطالية إذا أردنا تصريفه في الماضي نحتاج لفعل مساعد، إما فعل avere أو فعل essere. الآن المشكل المطروح هو كيفاش غادي نعرفوا واش هذا الفعل غنستعمل له avere أو لا غنستعمل له essere. هناك قاعدة غادي نوريها لكم دابا غتساعدنا في الاختيار الصائب، وهي سهلة بزاف. نعطيكم مثال، ديما نبقاو في الأمثلة السابقة. أحمد مانجا لا بيتزا، أحمد يأكل البيتزا. شوف هنا، لاحظوا هنا في هذه الجملة مباشرة بعد الفعل يأتي المفعول به، يعني هنا بين الفعل والمفعول به لا يوجد أي حرف جر. غادي تقولوا لي مثلا بين الفعل والمفعول به كاينة لا، هذيك لا علاقة لها، لأن لا هي أداة تعريف وهي جزء لا يتجزأ من المفعول به. إذن هنا الفعل يتحمل مباشرة المفعول به، فإذا كان الفعل يتحمل مباشرة المفعول به هنا تنستعملوا له الفعل avere كفعل مساعد. فتصبح الجملة أحمد اللي هي فعل مساعد avere مصرف في الغائب. mangiato اللي هي صيغة الماضي لفعل mangiare. لا بيتزا مفعول به. فالقاعدة شنو تتقول هنا؟ تتقول بأن الأفعال التي تحتاج إلى الفعل المساعد avere هي الأفعال التي تتحمل مباشرة المفعول به. وتسميوها بالإيطالية verbi transitivi. نعطيكم مثال آخر. أحمد ha guardato la TV. Io ho detto la verità. Io ho scritto una lettera. Ho letto un libro. Allora هنا guardare, leggere, dire, scrivere هي أفعال تحتاج للفعل المساعد avere لأنها تتحمل مباشرة المفعول به دون تدخل لأي حرف من حروف الجر. أما الأفعال التي تحتاج إلى تدخل لحرف من حروف الجر فهي تحتاج إلى الفعل المساعد essere لتصريفها في الماضي. بالإضافة لهذه القاعدة هذه هناك قواعد أخرى. جميع الأفعال الحركية تحتاج للفعل المساعد essere عندما نريد تصريفها في الماضي أو تحويلها إلى الماضي. بحال مثلا فعل andare كنا شفناه، فهو فعل حركي. venire أتى يأتي فعل حركي. partire رحل أو انطلق فعل حركي. tornare رجع. arrivare وصل. uscire خرج. entrare دخل. salire صعد. scendere نزل أو هبط. كلهم كيف ما تلاحظوا أفعال حركية. عندما نريد تصريفها في الماضي القريب نحتاج للفعل المساعد essere. كاين الأفعال ديال الحالة التي تعبر عن حالة الشخص بحال الفعل essere. تنقول مثلا io sono felice أنا فرحان. من نبغيو نحولوه للماضي لابد ما نلقاو حنا صيغة الماضي اللي هي stato. صيغة الماضي ديال essere هي stato، وهو تيحتاج للمساعدة ديال نفسه باش يتصرف في الماضي. فتنقولوا io sono stata felice يعني أنا كنت فرحانة. إذا كان ذكر io sono stato felice، لأن هنا إذا استعملنا الفعل essere كفعل مساعد لازم ما يكون تناسق بين صيغة الماضي والفاعل. الفاعل كان ذكر تتكون النهاية ديال صيغة الماضي بأو، ينتهي بأو stato. كانت أنت النهاية تتاخد stata. كان جمع ذكور stati النهاية تتاخد إي. كانت جمع إناث النهاية تتاخد أي state. إذا عقلوا مي يستعملوا الفعل المساعد essere لابد ما يكون ترابط أو تناسق بين الفاعل وصيغة الفعل في الماضي. كاين أفعال البقاء بحال stare أو rimanere. سواء stare أو لا
rimanere عندهم نفس المعنى، هي بقى يبقى. مثل من أفعال البقاء بحال rimanere sono rimasto a casa. sono rimasta a casa إذا كنت أنت. أوكي. كاين فعل التحول بحال diventare أصبح يصبح، أو nascere أو morire، كلهم تيحتاجوا الفعل essere بالضبط باش يتصرفوا في الماضي. إذا استعملتي معهم الفعل المساعد الآخر راه خطأ، لا في التعبير ولا في الكتابة. sono nata in Italia per esempio. أوكي. فعل morire، lui è morto nel 1998. هناك أفعال أخرى تحتاج دائما للفعل المساعد essere عند تصريفها في الماضي. i verbi riflessivi. شنو هما هاد i verbi riflessivi؟ che cos'è il verbo riflessivo؟ باش نشرح لكم هاد i verbi riflessivi بواحد الشكل بسيط، لأنهم هما من الأفعال المستعملة بكثرة في اللغة المحكية. نعطيكم مثلا واحد المثل بسيط. الفيربو svegliare اللي تعني بالعربية أيقظ، ونفس الفعل عندما أضيف إليه في الآخر ديكسي فيصبح svegliarsi، تعني بالعربية استيقظ. إذن هناك فرق بين أيقظ واستيقظ. أيقظ تنستعملوه أو svegliare تنستعملوه إلا فيقك شي حد من الناس. أوكي. أما svegliarsi اللي تعني استيقظ إلا فقتي بوحديتك. أوكي. دائما نرجعوا للمثل ديال أحمد. إذا فيقوا مثلا خوه من الناس تنستعملوا الفيربو svegliare كما هو في الأصل. فاق بوحدو استيقظ بوحديته غادي نستعملوا svegliarsi. أوكي. لأن الفعل يعود عليه. نعطيكم مثل آخر، مثل ديال rompere كسر. إذا أحمد مثلا تخاصم مع شي حد وضربه وهرس له رجليه تنستعملوا فعل rompere. إلا طاح بوحديته وتهرست له رجليه تنستعملوا rompersi. كاين فعل مثلا divertire اللي هو متع، وكاين divertirsi اللي هو استمتع. راح حتى في العربية كاين الفرق بين متع واستمتع. أوكي. إن شاء الله لازم عليا في المستقبل سوف أخصص حلقة كاملة للأفعال الانعكاسية لأنها مهمة بزاف. أنا الآن أعطيتكم هذا المثال للفهم فقط، ولأنه ماشي موضوع الحلقة وغادي يطول علينا لا فيديو. احنا نبقاو مركزين في هذا الفيديو على الماضي القريب. أوكي. وصلنا لنهاية الحلقة، وفي الحلقة القادمة إن شاء الله سوف أخصصها للماضي الناقص l'imperfetto، لأن حتى هو زمن مستعمل في اللغة المحكية وحتى في اللغة المكتوبة، حتى في الكتابة تحتاج بزاف. وغيحتاجوه أيضا الناس اللي باغيين يدوزوا الأدوي باش ياخدوا لا كارتا دي سوجورنو، أو حتى الناس اللي باغيين ياخدوا الجنسية وخصهم لابد يدوزوا البي أونا. سلسلة الأفعال كلها مهمة لكم. أوكي. ما تنسوش الله يخليكم دعموا القناة عن طريق التسجيل والإعجاب، تخليوا لي الآراء ديالكم في التعاليق، تقولوا لي شنو هي الصعوبات اللي ستلقاوها في تعلم اللغة الإيطالية، وحتى الاقتراحات، لأن الصعوبات أو الاقتراحات يمكن لها تكون موضوع من مواضيع الحلقات المقبلة. أوكي. قبل ما نختم نتمنى من كل قلبي حظ سعيد للمنتخب الوطني في المونديال، وديما مغرب. تشاو.